بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الذي أرسله ربه رحمة للعالمين. الإخوة والأخوات الكرام، الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بين الفينة والأخرى يكشف الغرب عن حقده الدفين على دين الإسلام، سواء بالإساءة إلى رسول الله محمد الرحمة المهداة للعالمين، أو بحرق القرآن الكريم آخر رسالة من رب العالمين للبشر كافة يهديهم للتي هي أقوم. هذا هو الغرب، ما أن يسقط قناع الحرية والديمقراطية الزائف حتى يتبين الوجه البشع لهذه الحضارة التي قامت على العنف والمذابح والعنصرية. إن حرق القرآن الكريم أو الإساءة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى المبارك مسرى نبينا محمد وقبلتنا الأولى، ومنع المصلين من الصلاة في الوقت الذي يسمح فيه لشذاذ الآفاق بتدنيس القبلة الأولى للمسلمين، كل هذا ما هو إلا أفعال مشينة وحاقدة ترعاها دول وحكومات الغرب وربيبتها إسرائيل في المنطقة. هذه الأفعال تعكس الحقد والكراهية والعنصرية المتجذرة وازدواجية المعايير لحضارة الغرب، كما تعكس للأسف في نفس الوقت الاستهانة بالملياري مسلم يتوزعون في مشارق الأرض ومغاربها. وإذا كان حكام الدول الإسلامية أضعف من الاستجابة لهذا التحدي، فإن شعوب الأمة لها من الوسائل الكثير لنصرة كتاب الله ورسول الإسلام ومقدسات الأمة، وتلقين عصابات الغرب خاصة في ستوكهولم وكوبنهاجن رسالة في الحرية الحقيقية، ليعلم الناس أن لله رجالا صادقين لا يخشون في الله لومة لائم. المطلوب اليوم وقبل كل شيء تربية الجيل المسلم بإحياء مبادئ القرآن الكريم وتعاليمه السامية في نفوس الشباب الأمة، وإحياء سنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لبناء مجتمع قوي متماسك يتصدى لكل موجات التحلل والتفسخ والشذوذ التي تضرب مجتمعات الغرب تحت دعاوى الحرية. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.